السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وقبل ما ابدا الفيديو يا ريت تشتركوا في القناه، اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك، او ما عجبكمش حطوا ديسلايك عادي. جاتني تعليقات كتير عن حقن السيوله، حقنه كليكسان بالتحديد كليكسان، او حقن السيوله عامه. انت وقفتيها امتى؟ اخدتيها كام شهر؟ الدكتور وقفها لك ازاي؟ إيه اللي حصل؟ كل ده هنتكلم هقوله لكم يعني في الفيديو. فلو عجبكم الفيديو اضغطوا لي لايك. اولا قبل اي حاجه، هي الحقن السيوله عامه في العموم في ناس بتاخدها عشان اصلا عندها تجلط في الدم، لكن انا حالتي اخدتها كنوع من الاحتياط. يعني انا ما عنديش اصلا نسبه تجلط حتى بسيطه في الدم، لا. فهو الدكتور اداهالي احتياطي زي ما بيقولوا، او عشان يبقى عمل كل حاجة. حتى هو اصلا كان يديني مثبتات اكتر من الكتير خالص 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 يعني. فاللي حصل معايا ان انا خدتها على طول من بعد الحقن. كانت كريكسان من اول يوم الحقن، يعني بعد ما طلعت كده من الارجاع على طول اخدتها هي والمثبتات، واستمريت عليها لحد فترة طويلة. بعد الربط حتى اخدتها مستمرة ان انا اخدها كل يوم كل يوم كل يوم. بعديها بقى جيت على الشهر الثالث، زي ما انا حكيت في فيديو قبل كده، حصل لي النزيف اللي فجأة ده، اللي انا مش عارفة ايه سببه. كان اخر الشهر الثالث، يعني انا كنت عملت الربط وكنت رجعت بلدنا، الله اعلم هو النزيف ده كان سببه ايه. يعني كان سببه مثلا الحركة، ان انا جيت مثلا من القاهرة، ولا هي السيولة اصلا وانا عشان انا مش محتاجاها فانا باخدها. المهم فحصل كل الكلام ده. فانا لما رحت كشفت غير الدكتور احمد راجح قال لي وقفي حقن السيولة. فانا ما رضيتش اوقفها للعلم، عشان الناس اللي برضو بتسالني بتقول الدكتور قال لي مثلا وقفيها، وانا خايفه اوقفها. ايوه انا سمعت ان هي وشوف فيديوهات ان انت ما ينفعش توقفيها مره واحده، عشان في كميه نسبه دم معينه بكميه معينه بشكل معين بيوصل للجنين، فلو وقفتيها مره واحده فهيتاثر فكذا يعني. ففي حوارات فعلا. فانا خفت بصراحه، يعني لانه هو كان دكتور، لانه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات انه كان تاني يوم العيد اصلا، وكانت الدكاتره كلها ما فيش دكاتره خالص، وكان دكتور احمد راجح مش جاي، حتى دكتوري التاني اللي انا كنت بتابع عنده ما كانش جاي. فانا ما صدقت شفت اي حد، علشان اي دكتور اللي هو يطمني ان الوضع تمام وان في نبض والدنيا حلوه، لحد ما اروح للدكتور احمد راجح. فهو ده قال لي وقف حقن السيوله، فانا ما وقفتهاش صراحه. اقاويل وناس كتير وكله اللي انتوا حاسين بيه، يعني لناس بتكتب لي التعليقات، ايوه انا حسيت بيه. لحد ما رحت عند الدكتور بصراحه وقفتها نفس، يعني تاني يوم ما خدتهاش. بعد كده لا رجعت تقول لا انا مش هجازف طبعا بحاجه زي كده، مع ان انا كنت خلاص في اخر الشهر الثالث. يعني لما انا رحت للدكتور احمد راجح أنا كان اول الشهر الرابع، يعني كنت عديت في الرابع خلاص بدأت فيه. فبرضه ده خلاني يوم اخدها ويوم لا، وخايفه وبتاع. بس وقتها دي انا ما كنتش باخد كليكسان برضو، للعلم كنت باخد نوع تاني اسمه كالهيبارين، يعني كان غير لي هو النوع، وغالبا ده اخف من كليكسان يعني. بس فهو اللي حصل كده. فانا رحت للدكتور احمد راجح فقال لي انه خلاص وقفيها. وكنت ساعتها اول الشهر الرابع، لان في ناس بتقول لك يعني اول 3 شهور مهم ان انت تاخديهم، علشان طالما خدتيها من الاول حتى لو انت مش محتاجاها زي حالتي كده، علشان دماغ العيل او مخ العيل يكتمل، اللي هي اهم حاجة. بعد كده عادي وقفيها لو انت مش محتاجة. لكن في ناس بتفضل لحد قبل الولادة بيوم بتاخد حقن السيولة، وفي ناس بتفضل لحد الشهر السابع مثلا، وفي ناس ماشية بالتحليل اللي هو كل شهر تعمل تحليل سيولة وتشوف عندها نسبة التجلط كام، فبتشوف توقفها ولا تاخدها يوم ويوم، او تاخدها كل يوم، او يغير لها النوع يديها نوع اخف. فدي على حسب حالتك انت لو مثلا، لو انا لو انت اتحطيتي في الموقف اللي انا اتحطيت فيه، ورحت للدكتور والدكتور قال لك وقفيها، وانت شاكه في كلام الدكتور ده، فما توقفيهاش لو انت شاكه، لحد ما تروح الدكتور تاني ياكد لك. حتى لو دكتورك هو اصلا، فانت استشيري دكتور تاني على سبيل الاستشاره. ده الكلام الفيصل في اي موقف في الحمل، يعني اللي هو يقف امامكم. يعني مثلا حقن السيوله، حتى الولاده بعد كده، حتى الانيميا، حتى اي مشكله او اي عقبه، لا انت شاكه في الدكتور
ولله الحمد روح الدنيا مليانه دكاتره بجد يعني. بس يعني استنبط في موضوع الدكاتره ده خصوصا في الحمل ده رايي في اي مشكله تجابلك، سواء تحليل، سواء ان البريود نزلت ولا لا، سواء السيوله، سواء النبض، سواء الدكتور جالك ربط مثلا وانت مش انت حاسه نفسك مش ربط، سواء انت عايزه تولدي طبيعي والدكتور جالك قيصري، يعني كذا. مثلا الدكتور عايز يولدك مثلا في الشهر الثامن وانت عايزه تكملي او حاسه نفسك هتكملي، الدكتور عايز يعالج لك محاليل وانت مش، او انت حاسه ان حالتك لا. وبرضو انتوا لازم الكلام يعدي على دماغكم، يعني انت ما تاخديش القرار الدكتور خلاص. اصلي الدكاتره دي يعني انت ممكن تروحي الحاله نفس الحاله ونفس الشخص وكذا ويقول لك رأي وده رأي، فانت لازم الكلام ده يبقى معدي على دماغك. وكمان كملي بالفيديوهات وبالبراء دكاترة على النت، والدنيا اتفتحت دلوقتي وكله بيقول رأيه، فانت لا ما تاخديش كلامي كمان انا نفسي ما تاخدوش ثقة، ان انا واحدة بتحكي تجربتها اول عن اخر، انا الدكتورة ولا اقدر اقولك بطلي كذا ولا وقفي كذا ولا خدي كذا، لا طبعا خالص. دكتورك هو اللي عارف حالتك، شكيتي في دكتورك اللي عارف حالتك روحي لدكتور تاني، اسأل على دكتور تاني يكون محترم ويكون كويس وروحي له يأكد لك كلام دكتورك او ينفي كلام دكتورك، وانتي برضو الكلام يمشي مع دماغك انت. يعني انا لما الدكتور قال لي مثلا وقفي، فانا ده دكتور اصلا كان مبتدئ وانا كنت رايحه له في موقف معين، عشان انا ما كنتش عايزه منه غير ان هو يسمعني نبض التوأم وخلاص على كده، مش عايزه منه اي حاجه تانية. لا كنت ولا حتى لو كتب لي علاج ما كنتش هاخده، يعني انا اصلا ما خدتش العلاج بتاعه. مش معقول ان انا هوقف مثلا، لا اما هروح لدكتوري احمد راجح او هستنى الدكتور اللي انا متابعه معاه. وللعلم يعني انا كرانيا في حملي رحت لكذا دكتور، حتى دكتور اللي انا واثقه فيه ولدت معاه انا جا في الشهر الثامن وانا شكيت فيه بصراحه يعني. ورحت لدكتور دكتوره ثاني وتابعت معاها مرتين، غالبا رحت لها مرتين. وقبل الولاده بيوم لما حصل ان انا تعبت وهو قال لي لا ما فيش ولاده، وكنت خلاص انا حاسه ان انا تعبانه وجيت يعني في الطريق تعبت، رحت انا رجعت مش عليه، ما رجعتش على الدكتور لان انا كشفه عنده وهو مطمني وان الرحم كويس ومش مفتوح، امال المغص ده ايه، وحاسه بمغص مستمر وحاسه بتعب ان انا مش قادره حتى اقعد يعني. فرحت لدكتور تاني فجالي نفس كلام دكتوري، فخلاص انا كده يعني قال لي مفيش ولاده مبكره ومفيش اي حاجه والرحم مقفول والدنيا حلوه وطمني وكتب لي نفس حتى العلاج بتاع دكتوري كتبه هو. فكده انا اطمنت ان انا دكتوري ماشي كويس وخلاص خدت القرار ان انا هولد عندك انت خلاص. قبليها برضو يمكن في الشهر الثامن برضو رحت لدكتوره تانية، فخلاص يعني ليه احنا الكلام طالما انت مش جايه على هواكي وخلاص انت حاسه نفسك ان انت تعبانه وهو ما عملكيش حاجه تريحك او افادك بحاجه معينه او انت شاكه بشكل او باخر في موضوع معين، روحي لدكتور تاني، اسأل دكتور كويس وروحي له هيأكد لك نفس الكلام الاولاني او انه هو يقول لك رأي تاني هيمشي مع حالتك ويمشي مع دماغك يعني. فده كل الكلام اللي انا عايزه اقوله في حقنة السيولة. انتي ما توقفيهاش غير لما تشوفي دكتور واتنين، خصوصا لو كان عندك نسبة تجلط، في ناس بتقول لحد قبل الولادة بيوم، فعلى حسب حالتك وعلى حسب انتي فهمك للموضوع، وما تاخديش كلام الدكتور ان هو يعني حاجة مسلم بيها، لا انت عدي الكلام على دماغك وشوفيه هيمشي معاكي ولا مش هيمشي. فلا مشى والدنيا تمام وانت حاسه حالتك مستقره على الدكتور وخلاص وكلامه ثقه تمام، انت شكيتي روحي لدكتور تاني، ده رايي. وما تسالنيش انا، حتى انا ما تسالنيش لان انا تساليني اكيد مش هقولك وقفيها يعني لا طبعا، وانا مش خبره ولا اعرف حاجه عن الطب لا سمح الله فبس ده رايي في موضوع وده تجربتي مع حقنه السيوله دي كل حاجة. فأنا في أي موضوع زي ما بقولكم كده استشيروا دكتور آخر، وإن شاء الله يعني الدكتور التاني ده هيأكد لكم نفس الكلام الأولاني والدنيا هتمشي زي الفل والموضوع أبسط من كده بكتير. أهم حاجة إن انت تتابعي مع دكتور كويس، أهم حاجة تهتمي بعلاجك. الدكتور قالك ارتاحي ترتاحي، الدكتور قالك اتحركي تتحركي، الدكتور قال يعني كله بكلام دكتورك لو انت واثقة فيه وحاسة ان كلامه هو اللي صح. وأهم حاجة الثقة بينك وبين دكتورك ده، وطالما انت مش واثقه فيه فانت ما تتابعيش معاه من الاول وتستمري معاه يعني. خلاص شوفي دكتور غيره، الدنيا يعني الدكاتره ماليه الدنيا زي ما بيقولوا. بس كده، وربنا يتمم لكل واحده حملها على خير يا رب، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه ويفرح قلوبكم جميعا يا رب العالمين. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك واشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.